أعزائي المشاهدين، أهلا بكم. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلامينجو مجانا على المفتوح. الموعد والتشكيلة المتوقعة. في 3 قنوات هتذيع الماتش مباراة الأهلي وفلامينجو البرازيلي مجانا على المفتوح. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشرفنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله هيبقى فيه بث مباشر على القناة مباراة الاهلي وفلامينجو، بس يا ريتك تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وفلامينجو البرازيلي في كأس العالم للأندية لتحديد المركز الثالث وموعد المباراة، والقنوات الناقلة كأس العالم للأندية 2023. حكم المباراة وتشكيلة الاهلي المتوقعة. كلمات سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية. الاهلي وفلامينجو المركز الثالث والرابع، وان شاء الله الاهلي يكسب النهارده وياخد المركز الثالث. اما عن القنوات الناقله لمباراه الاهلي وفلامينجو البرازيلي، اعلنت 3 قنوات فضائيه بث مباشر لمباراه الاهلي وفلامينجو البرازيلي لتحديد المركز الثالث والرابع في بطوله كاس العالم للانديه المقامه حاليا بدوره المغرب على الترددات الاتيه. دي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم مجانا في كأس العالم للأندية. رقم 1 قناة اون تايم سبورت بتقوم ببث المباراة على تردد القناة الأرضية، يعني القناة الأرضية في اون تايم سبورت هتقوم ببث المباراة. رقم 2 احنا عارفين طبعا القناة السعودية الاس اس سي الرياضية على النايل سات على تردد 1256 والاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500. معامل التصحيح الخطأ 5/6. دي القناة السعودية اللي هتبث الماتش. أما القناة التالتة اللي هي المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات هتقوم ببث المباراة مباشرة على تردد 12.383. الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500. أما عن تشكيلة الأهلي في مباراة اليوم في كأس العالم للأندية، يتوقع الأهلي أن يبدأ مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في البطولة في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع محمد عبد المنعم، محمود متولي، علي معلول ومحمد هاني. أما في الوسط حمدي فتحي وعلي ديانج وعمرو السولية. أما ثلاثي النجوم حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمود كهربا. دي تشكيلة الأهلي أمام فلامينجو البرازيلي في كأس العالم للأندية. أما عن حكم المباراة الأهلي وفلامينجو، استند الاتحاد الدولي لكرة القدم مهمة للحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة مباراة الأهلي وفلامينجو في كأس العالم للأندية، ويعاونه مواطن الجزائري جواري التونسي خليل حسان. ده حكام مباراة الأهلي وفلامينجو البرازيلي. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. توفيق للنادي الأهلي بالمكسب بفوزه بالبرونزية.